بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بالف خير. قبل ما ندخل الفيديو كده نصلي على الرسول ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. النهارده ان شاء الله هنجاوب على سؤال مهم جدا جدا جالي في الكومنتات، ان شاء الله باذن الله هنجاوب عليه النهارده. هو ايه السؤال بقى؟ ايه افضل انواع الفراخ للبيض؟ ايه افضل انواع الفراخ للبيض؟ طبعا عندنا فراخ كتيره وانواع كتيره، طب ايه افضلهم عشان اخد انتاج بيض كويس والفرخه تفضل تبيض معايا برضو فتره كويسه؟ طبعا مبدئيا كده خلينا متفقين ان الفراخ البلدي بانواعها هي افضل انواع للبيض عشان تنتج معاكي لفتره كويسه وتنتج معاكي انتاج كويس. طبعا عندنا فراخ كتير، عندنا الابيض، عندنا الساسو، عندنا الهجيني، عندنا بقى اللي هم يخصوا البيض بالذات البلدي والبلد المشعر، البلدي والبلد المشعر. طبعا دول اهم فراخ ممكن تربيهم للبيض، وبعدهم الفيومي برضو، لكن اهم نوع هو البلدي والبلد المشعر وبعدهم الفيومي. طيب دول يدوني انتاج كويس، يدوك انتاج كويس ويبيضوا عندك فتره برضو كويسه قوي قوي، بس تهتم اهم حاجه بالاكل والشرب بتاعهم، ويكون اكل كويس بحيث ينتجي انتاج كويس. لو انت بتعمليه مشروع في البيت ما يخسرش معاكي. تمام. وتجيبها برضو وتحسبيها، يعني تحسبي شوفي البيضه بكام وشوفي الفراخ اللي انت بتجيبها تتكلف عليك قد ايه. وفي فراخ بياض للبيض مخصوص بيبقى لونها ابيض كده برضو بتبقى حلوه قوي وبتديكي برضو انتاج كويس. لكن ايه اللي بعيد عنه بقى؟ الفراخ الساسو، الفراخ الهجيني، الفراخ البيضه. دول الفراخ للحم فقط، تجيبهم لتربيه اللحم. الساسو والهجيني والابيض دول لتربيه اللحم فقط. تمام. يبقى احنا زي ما قلت لكم اهم حاجه انك تاكلي الفراخ بتاعتك كويس، اللي هي البلدي والبلد المشعر والفيومي. انا عندي طبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شايفين عندي بلدي وعندي بلد مشعر وعندي فيومي اهو، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. طبعا دول لسه على وش بيض يا جماعه، دول لسه على وش بيض، يعني لسه برابر، لسه ما بضوش عندي. كده زي ما احنا شايفين اهو. طبعا بتمنى الفيديو يعجبكم، واللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك واشتراك على القناه. وان شاء الله لو اي حد ليه سؤال او استفسار في كل انواع تربيه الطيور، بط، فراخ، رومي، وزد، كل انواع الطيور، يكتب لي في الكومنتات وانا اجيب عليه ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم على الف خير واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.